إن ما بنهابش حد ولا بندارى ورا قناع، وعلمنا معروف للجميع بيترفع بطول الدراع. ولما نهجم على الفريسة بنهجم هجمات السباع، لكن اتفقوا علينا في عقر دارهم باعوا الماتش للضباع. شفتوا الحكم اللي ظلم يكونش عشان خاطر البلد ولا يكونش علشان خاطر العلام، باع الماتش بكوسة نية. اقول له فاول ده عليهم يطلع الفاول عليا. يا عم ده كسرني عند جونه، فهمه ان هي مش خناق. يقول لي العب العب، انت مفكر هديلك ضربة جزاء؟ طب لو سمحت ممكن بس اعترض على اللي بيحصل هنا مع كل فرد. تعترض ايه؟ ادي انذار ولا انذار ليه؟ يلا طرد. مسرحية بايخة وظلم بين من حكام معرضين، وبعد حكمه اللي حكموا عرفنا انتمائه لمين. بس يكفينا اننا سلخناكم وكنتم مننا خايفين. مبروك عليك الفوز المزيف يا معزة يا دبدوب، واحنا مبروك علينا احترام كل الشعوب. إن ما بنهابش حد ولا بندارى ورا قناع، وعلمنا معروف للجميع بيترفع بطول الدراع. ولما نهجم على الفريسة بنهجم هجمات السباع، لكن اتفقوا علينا في عقر دارهم باعوا الماتش للضباع. شفتوا الحكم اللي ظلم يكونش عشان خاطر البلد ولا يكونش علشان خاطر العلام، باع الماتش بكوسة نية. اقول له فاول ده عليهم يطلع الفاول عليا. يا عم ده كسرني عند جونه، فهمه ان هي مش خناق. يقول لي العب العب، انت مفكر هديلك ضربة جزاء؟ طب لو سمحت ممكن بس اعترض على اللي بيحصل هنا مع كل فرد. تعترض ايه؟ ادي انذار ولا انذار ليه؟ يلا طرد. مسرحية بايخة وظلم بين من حكام معرضين، وبعد حكمه اللي حكموا عرفنا انتمائه لمين. بس يكفينا اننا سلخناكم وكنتم مننا خايفين. مبروك عليك الفوز المزيف يا معزة يا دبدوب، واحنا مبروك علينا احترام كل الشعوب.